بتكون مرتاح نفسيا ده بيبقى من السلام الداخلي اللي انت فيه، وده بينعكس على حالتك المزاجيه. يعني لو انت مرتاح وبالك مرتاح، وخصوصا لو انت مصلي وبالك رايق ومخلص كل اوقاتك، ولن تقبل على معصيه تغضب الله يعني قط. وبعد كده تيجي بقى الضغوطات بتاعت البيت وبتاعت الشغل والمشاكل من هنا من هنا وبتاع والكلام ده كله، على وجه الخصوص يعني او مشكله ما من حد ما تعرفوش. تمام. المهم ان السلام الداخلي ده ما بيجيش بالسهل كده وخلاص، يعني كل حاجه بتحتاج لمجهود وتعب علشان تحققها يعني. واحيانا بتبقى في سلام داخلي كده وبالك رايق و100 فل و14 زي ما بيقولوا، وتيجي تتقلب عليكم مره واحده كده وبدون منازع لمزاج تتعكنن فيه، يتقلب حالك ل 180 درجه. ليه بقى؟ مش عارف ايه اللي حصل، مش عارف. يعني تبقى قاعد لا بيك ولا عليك والدنيا عندك فلالي كده زي ما بيقولوا، يدخل عليك حد يبوظ لك مودك ده، تمام، وتبقى عايز تشد في شعرك زي ما بيقولوا. وممكن توصل لاكبر من كده بكتير. اولا يعني انك انت تبقى ما فيش معاك اي مشاكل وتيجي تلاقي واحد يجيب لك مشكله لحد عندك، لكن انك انت ما بتتعصبش وما بتتفرش كده وخلاص، وهادي وراسي ورايق كده. في ناس بتقول عليك ده اسمه برود، لا ده ما اسموش برود، ده الحمد لله اسمه تمالك وتماسك الاعصاب، وده ما بيجيش بالسهل. يعني لما تبقى الدنيا حواليك متشعوطه وده بيضرب في ده ويتخانق مع ده وتبقى انت هادي ورايق كده، ده ما اسموش برود، لكنه معرفه ما يجب فعله وما لا يجب فعله. هتقول لي غير كده، هقول لك ده جنان، ومفيش حاجه بتتحل بالجنان والشعوطه اللي انت بتشوفها اليومين دول غير ارضاء للشخص ده او الكلام ده كله. لكن بعد ما الشخص ده بيسب ويلعن ويشخر ويشتم ويكذب والكلام ده كله يقول عليك يا راجل وشهم وبتاع والكلام ده كله، لا انت فاهم غلط في الحته دي. الرجوله والشهامه ما بتجيش بالتنطيط ولا الهبل ده كله ولا علو الصوت ولا الكلام ده خالص خالص خالص. انا معاك ان في نوعيه من الناس ما بتجيش غير بقله الادب زي ما بيقولوا، وانه شعب ما بيجيش غير بالعين الحمراء والكلام ده كله. لكن انت فين من رؤيه ربنا سبحانه وتعالى ليك بعد السب والشتم واللعن والقذف والكذب والافتراء على الله والبلطجه؟ انت جبت حقك في الدنيا، لكن عند الله تجتمع الخصوم. لكن عند الله تجتمع الخصوم. هتعرف تاخد حقك بكده خالص في الدنيا والكلام ده كله فلاني، لكن عند ربنا مش هتعرف تاخد حقك بكده. انت جبت حقك في الدنيا، لكن وعند الله تجتمع الخصوم. عند ربنا مش هتعرف تاخد حقك بكده خالص، لانه العدل اللي ما بيظلمش، اللي مش بينتصر القوي على الضعيف ولا الظالم على المظلوم ولا الطويل على القصير ولا الكلام ده كله خالص. ولا انك انت اصلا تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى اذا دعوته ورفعت اليه مظلمتك سينصرك ولو بعد حين. اما الظالم فلن يدوم ظلمه. وافتكر ان فرعون قال للناس انا ربكم الاعلى. بص دلوقتي فرعون فين. فالافضل انك انت تاخد حقك بما يرضي الله، بدلا من انك انت يعني تنتقل لمرحله صعبه جدا زي من ظالم لمظلوم او الكلام ده كله. انت ساكت على حقك لكن ربنا سبحانه وتعالى عالم باللي في قلبك، فهو يعلم السر وما يخفى. كل اللي عليك انك انت تدعي ربنا بقلب خاشع خاضع متذلل لربنا سبحانه وتعالى، لانه هو يعلم بحالك، ولكن لم تعلم مكانتك عند الله، خصوصا وان كنت مظلوم. ان المظلوم بتتفتح له السبع سماوات والهز بيعتش العرش بيهتز لدعوه المظلوم. فدعوه المظلوم لا ترد، خصوصا لو كنت عارف ان هو مش هيخيب ظنك. فقد قال انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء. فقد قال الله تعالى وقل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. وقد قال ايضا اني سميع قريب مجيب الدعوات. فكل ما عليك كل اللي عليك انك انت تيجي نص الليل كده وتجيب حقك اللي انت عايزه كله، وتدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يجيب لك حقك، لان ربنا قال اني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. فكل اللي انت عايزه هتجيبه بسهوله. فقط كل اللي عليك انك انت تخلص ربنا بقلبك وبدعاء يملأه الخشوع والخوف والخضوع، وسترى ماذا يحدث. واخيرا وليس اخيرا، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس. مش هقول لكم تاني اشترك.